وسيد قطب رحمه الله. وتحدثني أخته حميدة تقول في 28 آب سنة 1966 جاء القرار من رئاسة الجمهورية موقعا من عبد الناصر ينفذ حكم الإعدام بسيد قطب إبراهيم ومحمد يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل. فناداني حمزة البسيوني مدير السجن الحربي وأطلعني على القرار فما كادت رجلاي تحتملني. تقول حميدة: ما كنت أظن أنني أستطيع العيش بعد سيد، لقد ملأ حبه علي كل جوارحي وحناياي وجوانحي. قال لها: عندنا فرصة أخيرة ننقذ بها الأستاذ، وهي أن يعتذر على التلفاز أو يقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية ونخرجه، نخفف الحكم إلى السجن ونخرجه بعد 6 أشهر بعفو صحي. هيا، إن قتل سيد قطب هو خسارة للعالم الإسلامي أجمع. هذا كلام البسيوني ولعله موحى إليه من رئيس الجمهورية. قالت: ذهبت إليه قلت له: يقولون إذا اعتذرت فسيخففون عنك حكم الإعدام. فنظر إلي مليا وقال: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، المحكوم عليه بالإعدام الذي سينفذ فيه حكم الإعدام بعد ساعات يطمئن الأحياء. يقول لها: اطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يفيد الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. أي سكينة، أي طمأنينة، أي راحة نفسية يلقيها رب العزة على القلب الوادع الآمن الهادئ الذي يرى حبل المشنقة يلوح أمام ناظريه وهو يتقدم بخطوات مطمئنة نحو خشبة الإعدام. يقول له، وقد تقدم إليه الذي حضر مراسم الإعدام من قبل الدولة، قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، لأن من مراسم حكم الإعدام أن يأتي شيخ من المشايخ يلقنه الشهادة. قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر إليه الأستاذ سيد قال: حتى أنت جئت تتم المسرحية، نحن يا أخي نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله، وأنتم تأكلون الخبز بلا إله إلا الله. ويحرق لسيد قطب من الظلال في يوم واحد 48,000 مجلد في ساحات القاهرة العامة. أحرقت كل كتبه. كانت أي كتاب يوجد من كتبه لدى أي شاب من الشباب المسلم يؤخذ عليه بالنواصي والأقدام، وقد يسوقه إلى خشبة الإعدام، وأقله 10 سنوات. وأين سيد قطب الآن؟ أفضى إلى ربه، صار إلى الله، واجع النفس، هادئ القلب، مطمئن السريرة. وترك سيد قطب للبشرية كنزا لا يوجد مجموعة من الشباب المسلم في الأرض رجعت إلى الله الآن إلا ولسيد قطب رحمه الله بإذن ربه منة في عنقها
برجعتها أو أوبتها أو هدايتها من قريب أو بعيد.